جذور حية ما زالت تؤثر الحاضر. إذا حافظ الرجاويون على هذه الجذور والقيم وحموها فإن المجد يمكن أن يعود من جديد وأن تعود الرجاء لمنافسات الإفريقية لدوري أبطال إفريقيا لكي تصول وتجول مجددا في حواري وزقاق إفريقيا. تنطلق المباراة يا سادة من أقدام أولمبيك أسفي. أول لمسة من الطرف الأيمن والتدخل، ضربة مرمى للحارس مادي الأحرار. تعلق الرجاويين بالمباراة هي مجرد بدايات البحث عن انطلاقات ماتياس. استلام الكرة من الطرف الايسر، اعادة تعديل الاوتار مع انطلاق هذه المباراة. لمسة للامام، لمسة الحكم يقبل وصل اللعب لوجود للتسلل في الكرة الماضية. كرة ساخو يعيدها من اين اتت. لمسة رجاوية في خط الوسط، الرجاوي يبحث عن انطلاقة قوية في هذه المباراة. كرة سهلة للحارس حمزة الحمياني، شيء جميل جدا. ساخو فين لمقدم، يمر المقدم المؤخر، يأخر كورتو ويلعبها للأمام بلمسة من صبر لمقدم جديد. الرجاوي يبحث عن الضغط منذ البدايات. كرة من ساخو لكن التغطية لنوسيس تتحول من كوني، يتم استرجاعها بسرعة لرجاء رياضي. يشوف الضغط على حامل الكرة، محاولة استرجاع الكرة من كوني، لمسة كوني والكرة في تماس أولمبيك أسفي في محاولة للتخلص من ضغط البدايات. وضغط البدايات ممكن وأنه يكون عنده تأثير كبير سواء على الرجاء أو على التشكيل الذي بدأ المباراة الأخيرة أمام أولمبيك تشيرا عفوا للتصحيح وليس حسنية قدير. لمسة تغطية موجودة، لا حسنية قدير يا أخي، لا حسنية قدير. المباراة اللي علقنا عليها الأسبوع الماضي، الرجاء المشروع تؤمن بقدرة الرجاء على تقديم عرض قوية دينونسية أمام نادي كبير، أمام فريق يسعى والآخر للتألق. كرة في منطقة الجزاء، خروج الحارس حمزة الحمياني، تتحول كرة ضربة زاوية للرجاء الرياضي. كرة ثابتة ينقل بها الخطورة، كرة ثابتة كان بالإمكان وأن تغير من نتيجة هذه المباراة. كان كرة مشتركة بين الحارس ومدافع لوسيس في الكرة الماضية. أن الإعادة لخروج حمزة الحمياني ربط عليه الكرة شوية بعد تدخل المدافع الاوسط، واللعب يتواصل لدى عماد السربوت المدافع الاوسط. عماد الجزاء المتابعه في القائمه الثاني بالراس، الحكم يقول لهم ضربه مرمى لمصلحه الحارس حمزه الحمياني. حمياني الحارس رقم 1 اليوم في لوسيس. ونادي عادة لكرة اسماعيل المقدم. توظيف جديد المدرب فادلو ديفيس. يرغبنا نتابع جميعا المباراة التي نتمنى دينونسيا تكون قمة، تكون شيء قمة جماهيرية مضمونة بحضور الآلاف من محبي الرجاء والأعداد محترمة جدا من أوفياء لوسيس. كرة من صبر بوغرين، لمسات بوغرين، كرة بولكسوت مر لكن الوضع تحت السيطرة من طرف عماد السربوت. يبعد الكرة في التماس. المباراة شرارة ومن سيتولى تنفيذ هذه الكرة. كرة تلعب في منطقة الجزاء، الرجاوي في المباراة من ضربة زاوية. يجي لاعب المدافع المتألق خفيفي ويتمكن من تسجيل الأول يا سادة في هذه الأمسية. تتغير النتيجة وتتغير مع تقسيم وجه فادلو ديفيس. فادلو في قمة السعادة ومحبو الرجاء في قمة السعادة، وما أيضا بهذا الهدف الوحده خلوه خطأ في التغطية الدفاعية أمام مدافع من قيمة خفيفي، وجد نفسه أمام المرمى، يتمكن من تسجيل الهدف بالراس. 1-0 نتيجة المباراة. تتغير في حدود الدقيقة 10، تتغير نتيجة هذه المباراة بين الرجاء ولوسيس. 1-0. عبد الله خفيفي، ديفيس فادلو. شوف الوجوه كيف تغيرت، شوف بين البسمة وبين الوجه. نظرات يانيس، كرات يانيس والتدخل
من دفاع الرجاء، محاولة الابعاد من شرارة والتسديدة من فريد نغوما، تتحول هجمة مرتدة رجوية يقودها ماتياس بولكسوت مجددا لوحده معزول، بولكسوت يمر يفتح له المجال للتمرير، بولكسوت كان يبحث عن كان ممتاز، كان شاف ثلاثة كرة. صلاح الدين راحولي واحد من مبدعي المباراة، صلاح الدين حريفي، صلاح الدين رقيقي، صلاح الدين يلعب على عتيق يحاول انه ينقل مجددا في منطقة الجزاء. كوني لوحده، كوني قال له خليها لي يا اخي، خليها لي، لكن هو من تكفل بتسديده بالراس، لكن مشات بعيد، كانوا بجوجهم مباراة. كرة من صلاح الدين، امكانية سليمان يمر لكن راهي مرفوعة، ضربة مرمى للحن. شرارة يمر لبولكسوت مر والوضع كان صعب جدا على دفاع لوسيس، كان عمل كبير في الكرة الماضية من جديد. ساخو ينتظر الدعم، ينتظر السند نحو شرارة تدريجيا خد الريتم، خد الإيقاع. لعب الدولي الأردني وخرج الكرة في التماس لإسعاف الهلال الفردوسي المصاب في الكرة الماضية مع توجيه بطاقة ليانيس المدن. تتساقط الدقائق تباعا من زمن الجولة الأولى من هذه المباراة. إعادة لما حدث، تدخل من يانيس المدن على فردوسي، يانيس الفردوسي في الكرة الماضية. الحكم يوزع بطاقة قيادة في نادي أولمبيك سافي. كرة من فريد نغوما، استلام فريد، تتحول كرة من جديد مسفوية في محور خط الدفاع، واللعب يتواصل في المدرجات. كرة لمسة وكان بالإمكان وأن يكون الهدف، هدف التعادل. شوف نقل الكرة من فريد نغوما، لم يكن متسللا بالمرة، كرة عتيق لو ركز فيها شوية. الرجاء التاريخي العريق ولوسيس الذي يظل واحدا من كبار كرة القدم الوطنية، أنصفهم التاريخ السنة الماضية بعد تتويجه بلقب كأس العرش. كرة من ساخو يحاول يمر، يرجع كورته من الطرف ليس المقدم نحو برقوق. ساخو مقدم يمر مرت امام الكل، تتحول ضربة زاوية، عمل كبير رجاوي. شوف لما جاو تريونغل من الطرف الايسر، الرجاء استطاع انه يصل لمنطقة الجزاء اولمبيك سافي من برقوق لساخو المقدم لعبة قوية شوية، كان يلعبها بهدوء في القائم الاول، يمشي لها المرة من عتيق ورفاقه، دعم من سربوت يلعبها، سربوت يدعم، والكرة في منطقة الجزاء، لكن في غيبة تركيز يسددها بعيدا عن المرمى. تضيع الكرة لبولكسوت بحسه الهجومي الاستثنائي نحو شرارة يسدد والتدخل من دفاع أولمبيك سافي في محاولة منهم لفرض وجودهم. ضربة جزاء بعد التدخل على النيجيري، بعد التدخل على ماتياس أسر ومن يصل في النهاية لنيل مراده، يتحصل على ضربة جزاء. كانت زاوية الرؤية مفتوحة أمام حمزة، واختبار للحارس حمزة الحمياني. بنون ومن يتولى تنفيذ بدر يتصدى الحمياني، لعبها الرجاوي والتدخل. بدر بنون يجد امامه حارس كبير، قلت لكم اسمه حمزة الحمياني ليس حارسا صغيرا، ليس حارسا عاديا في البطولة الوطنية. المسفيوي منتشي بتوفره على حارس اسمه حمزة الحمياني. ضيع ضربة جزاء امام تألق مسفيوي حامل عرين حمزة الحمياني. كرة تعود لأولمبيك سافي، تلعبت من عماد الكرداني في محور خط دفاعه امامهم نغوما، يقوموا بعمل كبير بعد خروج يانيس المدن. تعود الكرة من نادي الأحرار يوصل من الطرف الايسر. اسماعيل المقدم يبحث عن انطلاقات ماتياس، لا يفكر في صابر بوغرين، صابر لايمن، برقوق لمن برقوق يلعبها لشرارة يبحث عن الدعم والسند من صابر بوغرين. لمسة والتدخل
من الحارس حمزة الحمياني، فيما متعين لما إيطاليا كانت تراهن على فرانكو باريزي وعلى روبرتو باجيو ودونادوني لقيادته للتتويج بلقب العالمي. ساخو والتدخل خليني من روبرتو باجيو ورجعوا ساخو والكرة ضربة مرمى. هذه كرة ساخو تتحول لشرارة، لمسة بولكسوت يجد شوارع في الجالي من بولكسوت للأمام نحو ماتياس وسط ثلاث مدافعين يسترجع المسفيوي، تلعب كرة للأمام. بدر بنون في التغطية، بنون بوضوء يلعب لشرارة الأردني، شرارة يمر ويمرر والوضع مرير على دفاع القلم، يلعبها في منطقة الجزاء. ساخو وتألق حمياني والحكم يوقف اللاعب قبلها. كرة رجوية من جديد الخطورة تأتي بانتظام باستمرار من قدم بولكسوت. كان خطأ من ساخو على مدافع لوسيس عتيق، نعم انتبه له حكم المباراة وبالتالي أصر على إيقاف اللاعب. الأيام من ميليانوفا في إيطاليا، كرة في منطقة الجزاء، الكنترول الحكم يقول بفاول في الأيسر للرجاء، يتجاوز الدفاع، يلعب في منطقة الجزاء. حمياني العرين، لا تزال الخطورة. حمزة الحمياني بذكريات لافياشين، بذكريات بوفون، بذكريات كازياس، بذكريات الشادلي، بذكريات بونو، بذكريات ضربة زاوية رجوية. صابر بوغرين يلعب صابر والحمياني تمر الكرة، الحكم يقول ضربة خطأ لحمزة الحمياني. أكيد أنه اختبار وهي اختبار في الكرة الماضية، كان بالإمكان أن يكون هدف رجوي، ولكن تدخل حمزة الحمياني يوقف المد الرجوي في الكرة الماضية ويوقف الخطورة. هنا الإعادة لما حدث، كرة مشتركة بين خفيفي والحمياني، التدخل على حمياني يدفع حكم المباراة. صابر بوغرين يمر بوغرين مرة أخرى مرة تشعل المباراة من قدم بولكسوت تمريرة ممتازة. صابر بوغرين باب يحاول يمر، ينتظر الدعم والسند، تلعب كرة رجوية من مقدم لبرقوق، التسديدة ممتازة جدا، التغطية حمزة الحمياني. اختبار آخر من أيمن برقوق، تقيل أهمية أمام الوداد الرياضي في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية. لمسة من الطرف الأيمن، كرة من عتيق يفقد التوازن، عتيق يفقد التوازن في الكرة الماضية. يعني لاعبي البطولة الوطنية نقول لكم للمسحة وللبسط فقط، كل لاعب يسقط يتسنى وأنه مساحات اللعب في هذه المباراة. بدر بنون يستلم الكرة، يسعى للانطلاق لكن التغطية موجودة، استخلاص الكرة. يسدد النيجيري لكن بعيدا عن المرمى. أهم شيء قام به النيجيري في هذه المباراة واستيضوا ضربة جزاء. ضاع بدر بنون في الجولة الأولى. المخير ضاعت من المخير، جت الماتياس سدد لكن لم يضبط. حركة مونديالية أخرى، كرة للرجاء، بوغرين وتغطية تتحول من جديد للرجاء. الضحاك ينتظر السند من أحد زملائه ورفاقه، تصل كرة من برقوق يلعب برقوق، لمسات وهي لمسات. الكرة الماضية تضيع، معاد أمام مرمى، كانت عنده إمكانية يلعبها في الزاوية البعيدة ويحسم الأمور في الكرة الماضية. شوف الكنترول صابر بوغرين، حسبوا معايا صابر بوغرين اليوم ما يقارب الخمس وست تمريرات مفتاحية، لاعب من مستوى. برقوق يمر يلعبها لمعاد، التسديدة من معاد تتحول بعيدا، ضربة مرمى لحمزة الحمياني. 62 دقيقة لعب هنا في المراكبة الرياضي محمد الخامس، والنتيجة من جديد الانطلاقة لأولمبيك سفي، الانطلاقة والمساحة للتعبير بكرة عرضية للأمام لأولمبيك سفي. متابعة من خفيفي يتحصل على ضربة خطأ أمام الخنوس
الذي يتم لما لا نأمنوا بأحلامنا وجزء من أحلامنا لما لا يكون التتويج مغربي. حلم يا أخي، كرة من الطرف الأيسر مسفيوية لكن ضاعت في زمن الحلم. ستكبر أطماعه وستكبر طموحاته وستأتي الكرة العرضية من عتيق تصل سهلة للحارس مادي. برقوق يمر يتخلص من الرقابة. 1-2 لمن من أجل من الحكم يقول ضربة خطأ للوسيس. عمل كبير يقوم به صابر بوغرين هذه السنة 13 مباراة، بدات 12 المباراة منها كرسمي، معدل 74 دقيقة في كل مباراة لعبها. ما سبقلوش انه سجل هدف لكن عنده تمريرة حاسمة واحدة منحت هدف. بوغرين لمن يراوغ يتسلل يلعبها والتصدي قام بالأصعب لكنه لم يحسن ترويض الكرة في آخر خطوة قبل أن تغادر المرمى. ضربة مرمى للحارس حمزة حمياني. شوف صابر بوغرين هربت عليه في مباراة يتبعها حماس كبير من الطرف الأيمن للرجاء. مرت الكرة الماضية مضت لكن لم تجد من له القدرة على وضعها. بونكسوت ما مررش، بونكسوت سدد، بونكسوت لو مرر لكانت الكرة لماتياس يتابعها ماتياس لكن كان عندها لعبة مقدم مشات المقدم تلعبت للرجاء من الطرف الايسر. معاد الضحاك يسعى للتجاوز. معاد يبحث عن المساحة للمراوغة في زمن وزمن. إمكانية رجوية، فرصة تسديده بولكسوت في الكورفة سود. يشعل الكورفة سود بهدف ثاني، يشعل المدرجات بالثاني في الشوط الثاني في زمن وزمن، في توقيت وتوقيت صعب جدا من زمن المباراة. تصبح النتيجة يا سادة 2-0. مسجل الهدف وبونكسوت صاحب الاسيس وصاحب المجهود هو دينامو معاد الضحاك. حمزة الحمياني قاوم كثيرا، قاوم المد الرجاوي. شوف عمل كبير من معاد، تلعبات من حليمي من كوسوفو لمعاد. معاد انتظر في تايمينج ممتاز جدا. معاد تخلص من الرقابة، معاد لعبها تصل للعملود، حضر البولكسوت من ضهير لضهير وفي النهاية الهدف لبولكسوت. في الكفاءات التي تشتغل لإظهار هذه المنشأة الرياضية على أعلى مستوى في المنافسات المحلية. بيسار حليمي 31 سنة من مواليد فرانكفورت، ممكن يعرف ايمن بركات، يتكلموا بنفس اللغه وتسال عليهم المأموريه، يتحدثوا بلغه خطاب واحده. والتصدي من حمزه الحمياني. بولكسوت والتغطيه من دفاع اولمبيك سافي. جول درجات، كره لا تزال رجويه من معاد الضحاك، يوصل المقدم لبسار والتغطيه من حمزه الحمياني. يلعبها لخفي الضحاك العملود يطالب بالكره، لا تزال الكره رجويه والتسديد والتصدي من حمزه الحمياني. يتسيد المنطقه وسيدها، وهو من لم يتنازل منذ البدايه على حق مشروع للحياة.